ليه سقراط انعدم؟ سقراط عاش حياته بيدور على سؤال واحد، وهو ازاي بنعيش، ويدور على معنى وحقيقة كل شيء. ولكن ما كانتش دي المشكلة كانت في طريقته اللي حرفيا عرت جهل شعب أثينا. كان سقراط بيعتمد على أسئلة في نقاشاته، فكان يسأل الشخص اللي بيتناقش معاه سؤال، فالشخص بالتالي يجاوب، فيرجع يسأله سؤال أصعب من السؤال الأولاني، فالشخص يرجع يجاوب، فيسأله سؤال أصعب من السؤال الأولاني والتاني، لحد ما الشخص اللي بيكلمه يحس بجهله ويسيبه ويمشي. لحد ما قام شخص اسمه ميليتوس باتهامه بالفسق وإفساد عقول الشباب. وقف سقراط في محكمة متكونة من القضاة و501 شخص من شعب أثينا. والغريب إن سقراط ما كانش بيدافع عن نفسه، بالعكس اتبع أسلوب الأسئلة وفضح جهل كل اللي موجودين. وتعصب القضاة والحضور جدا، وكان التصويت بإدانة سقراط. 280 شخص صوتوا بإدانة سقراط. وكانت من عادات أثينا لما شخص يتحكم عليه بالإدانة، المدعي يدي عقوبة والمدعي عليه يدي عقوبة تانية، ويتم التصويت عليه. وبالطبع ميليتوس حكم على سقراط بالإعدام بالسم. ولما جه دور سقراط قال إن مفروض يتحكم عليه إنهم يدوله وجبة كل يوم لبقية حياته. سقراط كان بيستهزأ بيهم، لأن دي كانت مكافأة المحاربين العظماء بعد الحرب. أكن سقراط فضل الموت على إنه يعيش في وسط بشر جهلة. وطبعا جه التصويت بإعدام سقراط. وقبل الإعدام جه واحد من تلاميذ سقراط وحاول يهربه، فرفض سقراط وقال أنا احترمت قوانين أثينا طول حياتي، فمش هخالفها دلوقتي. ومات وهو بيأدي واجبه الفلسفي لآخر لحظة في حياته. بس هو